هرمون النمو علميا ممكن لو احنا بنشتغل مثلا من الساعة 9 ل 11 أو 12 بالليل، ولازم يكون الطفل نايم. لو عدت الفترة دي الهرمون وقف مش هيشتغل. فالهرمون ده مسؤول عن نموه بدنيا ونموه عقليا ذهنيا، صح. فانا كده اذيته، بالعكس انا ما فرحتوش، انا ضريته. ايوه. فاحنا لا، احنا ممكن طول يبقى صاحي من بدري ويبقى عنده اليوم طويل ويخلص كل اللي هو عايزه، بس اهتم ان هو 10 بالكتير عشان احنا في اجازه، احنا 10 انما 10. ده صعب قوي يا دكتور يعني. لا مش صعب، هقول لك على حاجه. لا يعني صعب، مش صعب. اولا طبعا الاهل انهم بيربوا في النادي وفي تمارين، على ما بنرجع البيت واللي هيتعشى اللي هياخد حمام وكذا. يعني بصي عشان نبقى منصفين ممكن الساعه 12، انما في الصيف او في بقى اجازه وصيف ومصيفين في على البحر هتقولي لحد ينام الساعه، اسمعي ان هو ينام الساعه 10، يعني الاهل كمان هيناموا الساعه 10. هقول لك على حاجه، احنا مصيفين حاجه، مصيفين احنا مش بنصيف الصيف كله. فدي فتره ممكن نستثنيها، لكن غير لما يبقى ده روتين للصيف كله. ده كل الولاد كده مع الاسف، والامهات غلبت معاهم اصل كمان هي البيت كله سهران. هو البيت كله سهران. ما هي دي بقى القصه. احنا لازم البيت في الاول هنضطر ان احنا لا، البيت كله هينام. حتى لو هينام يعمل نايم ويقوم تاني بعديهم. يعني انا هقول لك على حاجه، الحاجات دي مثلا يعني اتبعتها برضو عندي في البيت، اللي هو لا احنا الساعه 10 بننام. أيوة. في الاول طبعا كان في رفض شديد طبعا. شارب ايه تعمل ايه، جيت في يوم احنا في الاجازه واحنا في المدرسه، ده احنا مصدقنا خلصنا من المدرسه. لا نصحى بدري بقى، بصحى بدري، نصحى بدري، يلا قوموا بدري. فهو كده كده صحي بدري، فهينام غصب عنه. مش يجي لك الدور هدخل، لا مفيش نوم، احنا رايحين مش عارف نروح النادي، هنروح اشغل له اليوم بحيث ان هو ما ينامش. هو هيجي الساعه 9 10 هو سقط لوحده. ايوه. يوم على يوم خلاص بقى ده الروتين بتاعه الجديد، حتى لو انت صاحيه هو لوحده داخل ينام.